ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء. لو لسه اول مره بتشوفوني انزلوا اعملوا اشتراك للقناه، العلامه الحمراء اللي جنب الاسم، وكمان فعلوا الجرس على علامه الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو بينزل في القناه اول باول. واوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك. هيبقى معايا منتجات حلوه هتعجبكم قوي، منتجات رخيصه ونينجا وتستاهل كل جنيه حرفيا بيدفع فيها. وفي منتجات بجد لازم تكون عند كل بنت. ولو انت بنت في فتره المراهقه ومش عارفه تشتري ايه، لو انت بنت مراهقه وعايزه تعتني ببشرتك ومش عارفه تشتري ايه، تابعيني في الفيديو ده وهتلاقي منتجات ان شاء الله تفيدك جدا. ولو انت عروسه تشوفي بقى معانا المنتجات دي عشان هتحتاجيها. منتجات كده كلها دلع وحاجه جميله. طبعا الاول هاتولكوا بقى مشروب كده تشربوه. انا بشرب قهوه، عشان كده هنرغي كتير في الفيديو ده وهنتكلم عن المنتجات. انا بحب المنتجات جدا، منتجات العنايه ببشره وشعر الجسم. بحب اجرب منتجات كتير وببقى مبسوطه جدا وانا بتكلم عنها، وبحب ادي بجد يعني لكل منتج حقه. فممكن نطول في الفيديو ده، فعشان كده هي دي المنتجات بتاعتنا وجايبه لكم. بصوا كل المنتجات، وبصراحه اتفاجئت ان انا عندي المنتجات دي. في منتجات خلصت، وطبعا كنت شايله العبوات بتاعتها عشان اكلمكم عنها السنه دي، والفيديو ده بنعمله كل سنه. وفي منتجات لسه جايباها وفي منتجات لسه ما خلصتش، بس طبعا كلهم مجربه. زي ما انتم شايفين دي كل المنتجات بتاعه السكين كير، العنايه بالبشره. منتجات كتيره طلعت، منتجات كتيره قوي عندي. طبعا في منتجات منها خلصت وكمان هقول لكم رايي فيها، وفي منتجات لسه جديده بس برضو مجرباها. وطبعا الفيديو ده عايزه اقول لكم ان ما فيهوش منتج ولا منتج من منتجات المقاطعه، كلها منتجات مصريه وحلوه قوي وكلها منتجات معانا. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة هتكلم عنها هي غسولات البشرة او الغسول بتاع البشرة. طبعا كلنا لازم يكون عندنا غسول للبشرة. هكلمكم عن الغسول ده، انا استخدمته كذا مرة بجد حلو قوي. اسمه ديرمو فيفا من فاتيكا. الغسول دوت بالزعفران والكركم والصندل، وكمان حجمه 150 مللي ومعاه 35 مللي كمان مجانا. والغسول ده كان سعره تقريبا بحاجه و20 جنيه، دلوقتي تقريبا ب30 او حاجه و30 جنيه. وكمان حلوه قوي بجد، ريحته حلوه وبيفتح وبيدي اشراقه للبشره، وكمان مناسب لجميع انواع البشره. الغسول اللي بعد كده من ايفا اللي هو بتاع بي وايت. مجربه انا منتجات ايفا دي من زمان، من اول ما ظهرت المنتجات بتاعت بي وايت. وكان عندي الغسول بتاعه اللي كان فيه مقشر اللي هو لونه، كانت العبوه لونها لبني، برضو حلوه قوي. فانا بصراحه بحب منتجات ايفا جدا. بعد كده بقى برضو غسول كمان من ايفا. طبعا انا بقول لكم ان انا كده بشرتي مختلطه، انا بشرتي مختلطه ونفع معايا الغسولات اللي انا بكلمكم عنها. والافضل يبقى الغسول قوامه جل. وكمان المنتج اللي بعد كده برضو من ايفا، غسول البشره اللي هو ايفا بالجليسرين، تقريبا غني بالجليسرين، ايوه. فهو غسول ومزيل مكياج حلو قوي بجد. انا بجد جربوا منتجات ايفا الفتره دي، عاملين حاجات حلوه قوي. بس الافضل ليكم ان انتوا تشتروا من على الويب سايت بتاعتهم، عشان الصيدليات بقت بتنزل المنتجات باسعار غاليه جدا. بعد كده بقى الغسولات النينجا قوي اللي معايا الفتره دي، اللي انا لسه مجرباها السنه دي. وهو الغسول ده بتاع ستارفل، غني عن التعريف طبعا. اللي ما يعرفوش، ده غسول ستارفل فيه ساليسيليك اسيد، فيه زيت شجره الشاي او تي تري اويل للبشره الدهنيه والمختلطه، مناسب طبعا لجميع انواع البشره. وانا بشرتي مختلطه وبستخدمه. كمان بينقي البشره من الحبوب، حلوه قوي لو عندك حبوب في بشرتك هيوديها. فيفضل ان انتوا تستخدموه. ده سعره كان من الصيدليه 105، وفي منه احجام طبعا كتير. بعد كده الغسول التوب معايا اللي هو الغسول بتاع ارجنتو، ده ارجنتو كلير. الغسول ده ناس كتير بلوجر ويوتيوبر ودكاتره اتكلمت عنه. ده غسول حلو قوي، من افضل انواع الغسول اللي انا جربتها. الغسول ده اللي عامل ضجه على السوشيال ميديا بجد حلوه قوي. بيفتح البشره ومقشر لطيف، بيعمل على ازاله خلايا البشره الميته، وكمان ما بيسدش المسام، وكمان بيعمل على ازاله الاوساخ او الدهون اللي بتبقى في بشرتك، وكمان بيحتوي على مضادات اكسده. وهو غسول جنتل قوي وحلو قوي، وحجمه 200 مللي
وانا كنت جايباه في عرض من الصيدليه، دايما بيعملوا عليه عروض، لو لقيتوها هاتوه. الغسول اللي بعد كده القمر التحفه اللي معايا، والغسول النينجا اللي معايا بقى، وده اخر غسول جربته السنه دي في سنه 2023. يعني حرفيا الشهر ده جربته كذا مره، بجد غسول تحفه نينجا بجد، غسول جنتل قوي رهيب بجد يا بنات. ريحته حلوه، بينظف البشره بعمق، وكمان في مواد تفتيح اللي هو تيلو فيل. تيلو فيل دي منتجات مصريه لسه طالعه كده الفتره دي، حلوه قوي بجد. اشتريته من على الويب سايت هو وماء الميسلر. ماء الميسلر دي كمان اللي هي تيلو فيل، كنت بستخدم طبعا الاول جرنيه، فلما لقيت ماء مسلر مصريه وبالحجم ده وبالسعر ده حبيتها، او هي سعرها عامله 185 جنيه. جايباهم من على الويب سايت، وجايبه كمان اللوشن واللي هو الرول اون، وهجرب ان شاء الله من عندهم منتجات كتير. فده المنتج اللي بعد كده اللي هو ماء المسلر، طبعا بينظف البشره من الشوائب، وكمان بيزيل الميك اب كويس قوي. تمام. ولو عايزين طبعا ماء مسلر حلو برضو وسعره تقريبا 100 جنيه، هو ايفا برضو كله بيشكر فيه، انا مجربتهوش بس بقول لكم عن تجربه ناس كتير بثق في كلام. بعد كده بقى هنتكلم عن واقيات الشمس او السان سكرين اللي لازم يكون عند كل بنت كبيره صغيره، من السن اللي هو اللي اول ما تبداي كده في فتره المراهقه لازم ان انت تستخدميه. حتى واحنا قاعدين في البيت لازم نستخدم الصن بلوك، عشان بيمنع التجاعيد عن بشرتنا، بيفتح البشره، وكمان بيزيل اي تصبغات موجوده في البشره. هكلمكم عن 3 انواع انا استخدمتهم السنه دي وعجبوني جدا، وطبعا عايزه اقول لكم ما تعملوش زيي. انا عمري قبل كده ما كنت بستخدم سان سكرين ولا كنت بحطه في اعتباري اصلا، بس لا، قررت ان انا مش هينفع استغنى عنه. السان سكرين ده بتاع لوجان، عملت عنه فيديو قبل كده، هعمل لكم عنه فيديو تاني. ده منتج مصري من شركة لوجان، دي شركة مصرية، جبته من الصيدلية وكان سعره تقريبا حاجة و70 جنيه، بس طبعا من بداية السنة كده من بدري شوية. وبعد كده اللي هو القمر التحفة اللي انا حبيته، اللي بجد رهيب. خصوصا لو انتي بشرتك دهنيه او مختلطه استخدميه، هو ينفع لجميع انواع البشره، وهو انفينيتي لوشن. كنت جايبه العبوه دي ب90 جنيه، بيبقى عليه عروض على طول في الصيدليه، اشتروه في فتره العروض. بجد حجمه حلو، هو حجمه 120 مللي، وقاعد معايا بقاله شهور، وقوامه خفيف جدا على البشره. من ايفا اللي هو سان اند سي كيدز للاطفال، كنت جايباه لابني ب 150 جنيه من الصيدليه، وحجمه 200 مللي، حلو قوي. انا بحطه معاه، محسسليش بشرتي، بيحمي كويس جدا من اشعه الشمس الضاره، وكمان بيفتح كده ان المكان، وكمان هو ضد الميه، يعني ينفع تنزلي بيه البحر عادي جدا. فبصراحه تحفه. وطبعا من ايفا اللي خلصناه بقى بطلعه على جنب كده. ندخل بقى في الحاجات التانية. هتكلم معاكم عن كريمات بقى اللي هي الترطيب وبتاعة تفتيح البشرة. كريمات الترطيب اللي انا جربتها السنة دي اللي هي تحفة ونينجا. بصوا عشان نخلصوهم كده. هتكلم معاكم بقى عن كريمات الترطيب. طبعا محتاجين لازم يكون عندنا مرطبات للبشرة. طبعا ده اسمه نوفيكس بانسينول. ناس كتير تعرفوا كل الحاجات دي طبعا من الصيدليه. انا بحب قوي المنتجات دي اجربها من الصيدليه، بالذات كريمات الترطيب للبشره، ويفضل ان انتوا تستخدموها من الصيدليه، مش اي عبوه كريم مكتوب عليها ترطيب البشره تستخدميها لبشرتك. بصوا طبعا البنسينول ده حلو جدا ومناسب لجميع انواع البشره. كنت جايبه ده برضو في اول السنه كده، اسمه هاي بانتين، كان سعره 35 جنيه برضو من الصيدليه، بيرطب البشره حلوه قوي، وكان حجمه 60 جرام. اللي هو بنسينول ده حجمه 30 جرام. واللي هو ريفي 2 ده عملت عنه فيديو في الشتاء اللي فات، من المنتجات الحلوه قوي بجد اللي هو لترطيب البشره. بس طبعا محتاج الشتاء عشان هو مرطب قوي، مش هينفعك خالص في الصيف. ماشي. وهو حجمه 50 جرام. سعره كان ساعتها عامل حاجة و40 أو 50 جنيه مش فاكرة.
بس طبعا انتوا عارفين الاسعار في الزياده. ومن الحاجات اللي جبتها مؤخرا هيبتا بنسينول، ده من الحاجات اللي بجد حبيتها قوي للعنايه بالبشره، بيرطب البشره ترطيب حلو قوي. نينجا بجد خطير يا بنات الكريم ده. وفي منه عاملين منتج للشعر بس الصراحه ما جربتوش، فبجد هاتوه لو لقيتوه في الصيدليه ب 35 جنيه وحجمه 50 جرام. اللي بعد كده بقى اللي عجبني اكتر من اللي هو هيبتا بنسينول اللي هو ريتشي بنسينول. ريتشي بنسينول ده كريم بنضاره وحمايه الجلد، مدعم بفيتامين سي. وكمان واكتر كريم بجد حبيته السنه دي لسه مجرباه في الشهر ده، عجبني جدا. دي العبوه الصغيره سعرها 18 جنيه، موجوده في الصيدليه. سمعت دكتوره جلديه بتتكلم عنه، فطبعا فورا رحت جبته بدون اي تردد، لان فيه مواد تحفه جدا. ده ب 18 جنيه، وجبت منه طبعا العبوه الكبيره بس لسه ما فتحتهاش. هو من جوه عامل كده، بصوا انا استخدمت قد ايه، لا بجد حلوه قوي. بس انا جبت العبوه الكبيره دي، العبوه دي 20 جرام ب 18 جنيه، العبوه الكبيره تقريبا 50 جرام. هو بصوا في مواد، في فيتامين سي. هو تركيبه جديده مطوره مدعمه بفيتامين سي لترطيب ونضاره وحمايه الجلد اهو. هقول لكم بقى بيحتوي على ايه الكريم ده، لازما بجد اقول لكم عشان تجروا على طول تطلعوا من الفيديو ده لازم تجيبوا الكريم ده. الكريم ده بيحتوي على ديكسا بنسينول وفيتامين سي ونيكوتيناميد وخلاصه العرقسوس، يعني عشان يدي نضاره كده لبشرتك، وزبده كاكاو، زيت بذور العنب، وكولاجين، وايلاستين. دي بقى مواد رهيبه للبشره لازم تكون موجوده عندك. وعسل وزنك اوكسايد وخلاصه التوت وجلوتاثيون. الماده ديت اسمع ان هي بتدي نضاره وتفتيح كده حلوه قوي بجد للجلد. رغيت في الكريم ده. ندخل على اللي بعد كده ونتكلم عن الكريمات اللي هي بتاعه التفتيح. والكريم ده اللايت اب تحفه يا بنات، بس سعره غلى بصراحه ما جبتهوش تاني. كنت جايبه الكريم ده تقريبا ب 55 جنيه من الصيدليه، وحجمه 50 جرام او 50 مللي. بيدي البشره اشراقه، وفيه ساليسيليك اسيد، وكمان فيه مواد ترطيب، يعني بيرطب حلو قوي بجد. وهو بقوه النانو وايت، يعني ماده كده بتفتح البشره. هو ده بس الصراحه سعره بقى اوفر دلوقتي، لقيته نازل ب 180 جنيه، فانا بصراحه بطلته. الكريم بقى اللي انا لسه جايباه مؤخرا وحاطه منه وانا بكلمكم دلوقتي، يعني انا حاطه ريتشي بنسينول وحاطه من الكريم ده. بصوا في مواد ترطيب، مواد تفتيح حلوه قوي. الكريم ده اسمه فينتامور، تفتيح للبشره. والكريم دوت عامل، انا جايباه ب 75 جنيه كده، لقيته اخر واحده كده في الصيدليه الفتره اللي فاتت. وهو ده حجمه 60 جرام. والعبوه شكلها حلوه قوي، بتعملوا منه بامب كده على ايديكم وتاخدوا وتوزعوه على بشرتكم. وهو بيحتوي على ايه بقى، ده اللي خلاني ان انا جبته. فيه هايلورونيك اسيد، ده طبعا محتاجينه جدا، وفي فيتامين سي وفي فيتامين اي. فبصراحه المواد اللي فيه خلتني جبته بدون اي تردد. وهو الكريم عشان لو انتوا حبيتوا تشتروه. نتكلم بقى على المنتجات بتاعه الترطيب اللي بعد كده. الكريم ده بصوا منتجات لونا دي معانا ولازم تكون عند كل بنت، بجد من المنتجات الحلوه قوي للترطيب بشره للجسم، تحفه يا بنات. المنتج ده اللي هو لونا هاند بادي ده، انا جايبه طبعا منه العبوه الكبيره، استخدمتها اللي هو اللوشن، استخدمتها للجسم تحفه وبتقعد وقت طويل. وده سعره دلوقتي حاجه و30 جنيه او 30 جنيه. انا كنت لما جبته كان ب 25 جنيه. من الحاجات الحلوه قوي بجد. حجمه 75 جرام اهو. واللي بعد كده ده اللي ما بيطلعش من شنطتي، برضو منتج من منتجات لونا اللي هو بالجليسرين. بصراحة انا بحب القوام بتاعه جدا، بيخلي ايديا كده ناعمة وبتتزحلق من النعومة. في بنات كتير مش بتحب الملمس بتاعه او بتستخدمه للرجلين، فبرضو هاتيه ممكن تستخدميه لرجليكي. فمنتجات لونا بجد لازم تكون عندنا. وبعد كده هنتكلم عن ايه، ده برضو الكريم بتاع كير اند مور، اللي هو ده انا جايباه اللي هو بالكوكيز الفانيليا، تحفه قوي. طبعا انا خلصته، كنت جايباه ب 40 جنيه بس، وموجود في صيدليه. وطبعا النوع ده من الفازلين حلو قوي، اللي هو اسمه بيور، في منه احجام
بديل طبعا للفازلين اللي هو مقاطعه، وانا طبعا ما بشتريش الفازلين اللي هو مقاطعه ده من زمان جدا، انا بجيب انواع تانية بس برضو مصريه وحلوه قوي. كريم اللي هو جليسوليت ده حلو قوي للترطيب، انا كنت بحط معاه ليمون وبستخدمه للايدين، بيفتح الايدين جدا والرجلين، وينفع كمان للجسم تحفه. الكريم ده اتكلمت عنه قبل كده، اللي هو تفتيح حوالين العينين، وفيه مكونات طبيعيه اللي هو نتائج الطبيعه حلوه قوي. وكمان محلول العدسات ده اهو، هو تقريبا كوري مش فاكره يعني، بس انا كنت جايباه كده صدفه وعجبني جدا، وبيخلي العدسات حلوه وكمان مش بتحرق في عينيك. بعد كده طبعا لازم يكون عندنا جل الصبار، وده جل الصبار ده انا بحبه قوي وبستخدمه مع الشفرات بتاعه البشره. ثواني اشرب بقى قهوه. وبما اننا اتكلمنا عن جل الصبار اللي بنستخدمه مع الشفرات، فدي نوعيه الشفرات اللي انا بستخدمها لازاله الشعر بتاع البشره بتاعه الوجه يعني، اسمها تنكل، حلوه قوي بجد، من الحاجات اللي انا بحبها، بس هي بتكون كده مش بتبقى ستريت يعني، مش زي الموس، مش بتعور. بعد كده بقى البرفيوم دي من ماي واي، حلوه قوي، برنسس وشذا وكمان ايموشن، حلوين طبعا، بس بيبقوا موجودين بقى باسعار الكتالوج، كل شهر بيبقى غير الشهر اللي قبله. ومن مفضلاتي جدا البرفانات او البرفيوم بتاعه ماي واي، بجد حلوه وثابته، وتحسوا ان هي فعلا اصليه لان انتي بتجيبيها من الشركه نفسها. بعد كده بقى اللي هو ده برضو من الحاجات اللي انا بحبها قوي وما ببطلش انه يبقى عندي، اكني مايسن، لو في اي حبايه بتحطيه على الحبايه وبيضيع الحبايه، قصدي كليندا سول ده محلول، بس طبعا مش بيبقى متوفر كتير في الصيدليات الفتره دي، مش عارفه ليه. نتكلم بقى عن الحاجات بتاعه الاسنان، وهي المعجون ده انا لسه جايباه من ايفا، كنت طالبه اوردر من الويب سايت بتاع ايفا عشان كنت عايزه الشامبو بتاعهم وكده، وكان سعره غالي في الصيدليات، فطلبت المعجون ده وما خدتش بالي مكتوب عليه ايه، هو لمستخدمي السجائر الالكترونيه ومكتوب عليه كده، بس هو بيقوي الاسنان وبيزيل التصبغات، وحلوه قوي بجد، نفع معايا جدا يعني، سيبكم من الكلام اللي مكتوب عليه. ودي اللي هي جامسي اللي هي بتاعه المضمضه بتاعه الفم. بصوا الاسنان، انا بشرب قهوه كتير بس بحافظ على اسناني باللي هي الغسولات ديت والمعجون، دايما بنغسل اسناننا مرتين او 3 مرات في اليوم، واستخدمي المضمضه دي حلوه قوي بفيتامين سي، بجد من الحاجات الحلوه. وخلصنا المنتجات بتاعتنا، ندخل على المانيكير والميك اب.